السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحلو الحديث والكلام. من قناة ليناتيوب كنرحب بكم، كنشارك معكم سلطة الباذنجان بشكل جيد، شكل جميل جدا، لذيذة، صحية وسهلة التحضير وسريعة كذلك. أتمنى يعجبكم لا فيديو، توصلوه لأكبر عدد من اللايكات، وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء حتى تكون الاستفادة كبيرة. واللي عاد تعرف على هذه القناة نتمنى يعمل اشتراك بتفعيل الجرس على اختيار الكل حتى يتوصل بجديد الفيديوهات. يلا دابا نتعرفوا على السلطة ديالنا. بسم الله على بركة الله. مقادير هذه الوصفة: عندي كمية من الباذنجان غير صغير، حيت لي هاد الريوسة اللي كانوا طوال، ها هو يكون غير صغير، حتى الا كان حتى صغر من هذا ممكن. عندي جوج فصين من الثوم مطحونين مبشورين، وعندي حساب ملعقتين من القزبر والمعدنوس او البقدونس، وبصله متوسطه، اختياري البصله، لما بغيتوش ديروها في الوصفه ما ديروهاش. وعندي التوابل عندي الكركم او الخرقوم البلدي مقدار ربع ملعقه، رشه من الزنجبيل او سكينجبير. السيبور ما عنديش، هذا السيبور هذا ما كنعرفش نصور به. عندي ورق الرند قليل، شي ورقه حسب ورقه، ورق الغار او ورقه سيدنا موسى. عندي زعتر، عندي قزبر يابس، عندي القليل من الابزار او الفلفل الاسود، وعندي بابريكا او تحميره. ها هو الزنجبيل، ما عرفتش واش كيبان ولا لا في الاول، قليل من الزنجبيل او سكينجبير. غادي نحط هادو على جنب. عندي لاصوص طومه، عندي الصلصه ديال الطماطم، اللي بغى يدير الطماطم المركزه يديرها، انا ما كنفضلهاش. طحنت مطيشه او الطماطم، غادي نحطها هنايا، وغادي نزيد عليها هاد المكونات كلها. هادي بحال هكا غنخليهم. والملحه نسيتها ما حطيتهاش مع المقادير، انا غادي نزيدها. غادي نزيد الملح، نحرك هذا الشيء. غادي ناخذ الدنجال، حيد ليه هذه اللي لتحت غير قطعه صغيره، وغادي نقسمو على 4 بلا ما يبقى مشارك من التحت، من جهه الراس ديالو بحال هكا. كنبقى على هذا المنوال تنكمل الكميه اللي عندي كلها، الحبات كلهم غندير لهم هكا. كبيت الخليط او المكونات في طنجره الضغط او الكوكوط. من بعد نزيد زيت الزيتون او زيت العود مقدار ملعقه او ملعقتين. دابا بقى لي غير نسدها ونديرها طيب حتى تصفر. ملي تصفر غادي نخليها 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. هذا هو شكل السلطه الاخير، حطيتها في هذا الصحن مستطيل بالشكل الطويل. اتمنى تعجبكم، كتبوا لي في لي كومونتير وتشجعوني، وما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينه بحالكم، ولايك لا فيديو، وشير كذلك في منصات التواصل الاجتماعي.
وتقبلوا تحياتي واحترامي. إلى الفيديو المقبل بإذن الله.